اكلنا، هنظبط شهيتنا. حتى لو عندك دوخه، عندك تعب، عندك ارهاق، قوليلي وانا هظبطها لك. هعرض لكم دلوقتي الفيديو بتاع امنيه اللي كانت امنيه حياتها انها تخس. هتحكي لكم بالظبط هي كانت كام وبقت كام، وبالصور صورتها قبل وبعد، وهوضح لكم كل الحاجات دي في الفيديو. تابعوا الفيديو لحد الاخر. نتائجنا بتتكلم عننا. دايما بنقابل مشكله بعد التخسيس وهي التثبيت، والنهارده جاي اثبت لكم ان المشكله دي معايا مش موجوده. معانا بطله جديده من ابطال تحدي تكميم المعده بدون جراحه، هتتكلم عن تجربتها بنفسها. انا اسمي امنيه، كان امنيه حياتي اخس والحمد لله حققت الامنيه ديت بفضل ربنا ثم دكتور شيرين. لفيت كتير بجد والله عشان اخس واوصل للجسم ده. فعانيت كتيره وصرفت الوفات كتيره. لا، جيت لدكتور شيرين بجد ما خيبتش ظني زي ما سمعت عنها بره. كان وزني 105، دلوقتي بقيت ما شاء الله 70. والله كنت هعمل تكميم معده فعلا، بس ناس كتير نصحتني اجي هنا، فقلت اجي اجرب وانا جاي اساسا مش واثقه يعني. بس بجد الدكتور عدت الحدود فعلا. اشطر دكتور فعلا في مدينه السادات، واشطر دكتور قابلتها في حياتي بامانه. انت جايه لنا منين؟ انا جايه من المنصوره اساسا، بس لسه مقيمه هنا بقالي زي سنه. خسيتي من كام لكام؟ كنت 105 ودلوقتي بقيت 70. والمقاسات؟ كنت بلبس 3 اكس، دلوقتي بقيت بلبس لارج.